السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم الأخوات؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال. اليوم مع فيديو جديد غادي نحضر معكم طاجين ديال السرديل بالرز وصلصة الطماطم. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندي هنا 4 الفصوص ديال الثوم، عندي معلقة صغيرة ديال القزبر مطحون، عندي هنا فلفل احمر او بابريكا، معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الكركم او خرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الشونيه او الفلفل الحاره مطحونه، عندنا الملح، عندنا معلقه صغيره ديال صلصه الطماطم، عندي نص كاس ديال الزيت ما بين زيت المائده وزيت زيتون، عندي هنايا قزبر ومعدنوس تقريبا 2 معالق كبار، عندي هنا كاس ديال العنبه ديال الرز سلقته عطاني هاد الكميه. الرز غير البيض البنات العادي. عندي عصير ديال الليمون الحامض، عندي هنايا 4 مطيشات كبار محكوكين ومطحونين، عندي كيلو السرديل هنا بعد ما نقيناه وحيدنا ليه الشوك ديالو، يكون متوسط ما يكونش كبير وما يكونش صغير، بس غادي نعمروه بهذا الشيء. وعندنا شويه الزيتون وواحد الفلفله حاره. ودابا غنبداو على بركه الله. نديرو الثوم، كلشي الخليط ديالنا غادي نديروه، صبر، نديرو الزيت، عصير الحامض، نديرو العطريه التوابل ديالنا كلهم. هاد التوابل غادي نقصهم، غادي نخلطوا به الرز باش نعمروا بهم السرديل، والنص الاخر غادي غنديروه مع صلصه الطماطم. نديرو الملح على حسب الذوق، وحدو القياس ديالو، ندير شويه هنا وشويه غنخليها، تنزيدها مع مطيشه صبر ومعدنوس، نديرو كامل نخليه شي شويه تنزين به في الاخير. سمحوا لي تقطع لي التليفون، تقطع لي الفيديو، كنت كنصور وتقطع. درت الروز هنايا. قبل ما ندير الروز نقصت شويه ديال لاصوص اللي درت هنايا، زدت معاه واحد 4 كاس ديال الماء، هو اللي غادي نخلطوا به الصلصه ديال المطيشه، وهاد الخليط هو اللي غادي نعمروا به السمك ديالنا. غنخليوه على جنب، وغادي ندوزو الطاجين باش نديرو فيه الصلصه ديال المطيشه. باش نديرو المطيشه ديالنا هنايا في الطاجين، وغنديرو فيها التوابل، الصلصه اللي خلطنا البيله قسنا منها، اللي غنطيبو بها المطيشه ديالنا. غنشعلو عليها هنايا النار. دابا البنات غادي ندوزو باش نعمرو السرديل ديالنا، كنسرحوه بحال هكا، كنديرو فيه العماره الوسط وكنلويوه، كنلويو على هذا الشكل. بين ما غلا لينا الطاجين ديالنا وغادي نستفو فيه الحوت ديالنا. راه كيجي زوين هكا بالروز، وهاد الشرموله كيجي لذيذ معكم. بعد ما كملت السرديل ديالي غادي نستفوه دابا في الطاجين بهذا الشكل.
ندورو مع الطاجين كامل. بحال هكا. تنكملو التفتاف ديالنا ديال الطاجين. بنادم يغير شويه، كنديرو السردين الكواري كنديروه في الفران، كنديروه مقلي هكا، كيجي تاني شكل زوين وكيجي تاني مذاق زوين. من الطاجين ديالنا شي طريفات هكا ديال الحامض. هاد الصلصه بقات عندنا نخوها من الفوق، نقصتها فاش يلاه بغيت ندير السرديل، بدا بحال شويه عمر ليا الطاجين، قصت منه باش نديرها من الفوق صافي. نقصوا عليه العافيه، ما نخلوهاش مجهده، غير شويه خلوه يطيب العافيه مهيله. السرديل مع لاصوص طوماط ما كايناش خضره اللي غادا تشد الطياب، غير كيطيب يدخلوا الطياب دغيا وكيطيبوا صافي، ويشرب لينا هاد لاصوص طوماط صافي، وغنطفيو عليه. بقاو معايا حتى الاخر. دابا رجعت معكم البنات بعد ما طاب لينا الطاجين ديالنا. نتوما كيفاش كيجي. درت قبيله فيه الفلفله الحاره ما درتهاش معكم، ورشيت داك شويه القزبره ومعدنوس من الفوق، وزدت معاه هاد الزيتون. ان شاء الله يا ربي يعجبكم، جربوه تردوا عليا، تبارطاجيوه مع الاهل الاصدقاء ديالكم، ودرتو مع هاد الخبيز ديال الدار، وبالصحه والراحه. ما تنساوش البنات ديروا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على الكومنتيرات الزوينين ديالكم، شكرا على الناس الجداد اللي انضموا للقناه، شكرا جزيلا، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.